كده طمنتيني على مستقبل الصحافة، حلوة ورشيقة. اقعدي يا سلوى ياسين. الله، اسمك حلو. وده حقيقي ولا تركيب؟ لا مش فاهمة. يعني اسمك حقيقي ولا مألفة اسم سينمائي عشان يبقى سهل يتحفظ؟ لا ده اسمي الحقيقي، سلوى عبد العزيز ياسين. وبتشتغلي في انهي جورنال؟ في السهم. عاطف كان بيشتغل هناك، زميلته يعني؟ تقريبا. وعاوزة عاطف في ايه؟ عاوزاه في شغل. ايه نوع الشغل ده؟ الجورنال طلب مني تحقيق عن ظاهرة التسول والبلطجة اللي في الشوارع، وانا عايزه اعمل تحقيق ميداني وانزل الشارع بنفسي، وعاوزه عاطف هو اللي يصور لي الموضوع. واشمعنى عاطف؟ ما اي مصور من الجورنال بتاعكم. لا، ما انا مش عايزه اي مصور وخلاص ياخد لي كام صوره على الماشي، عايزه يبقى معايا وملازمني وبرضه يبقى حمايه ليا. ايه في حاجه حضرتك؟ طبعا عاطف خلاص كبر ومشاغله بقت كتير، وشغل المجلة ده كله تقريبا هو اللي شايله لوحده، ومهما كنتي غالية عليه وقته ما يسمحش، وحكاية التصوير دي خلاص مرحلة وعدت. بس هو بيحب التصوير. الحب حاجة والشغل حاجة. لما انتي ما قلتيليش ايه علاقتك بيه وعاوزاه امتى؟ عاوزاه الليله دي او بكره بالكتير. خسارة يا سلوى ياسين، حظك قليل. عاطف في مأمورية بره ومش هيرجع قبل يومين 3. اكون خلصت التحقيق بتاعي. بالتوفيق يا حبيبتي. انت لايقه على الموضوع اللي انت بتعمليه وعلى الجورنال اللي انت شغاله فيه. انت مش نهجك اشتراكي برضو؟ مش مهم بقى. متشكره قوي يا مدام نجوى. سعيده اني شفتك ونبقى نشوفك ان شاء الله، رغم ان الفكر مختلف. من الكلب عاوز يلعب بديله، مش قادر يصبر. زي حضرتك. زي حضرتك انت. اقفل الباب. اقعد. خير، في حاجة؟ مالك مش على بعضك كده زي ما تكون عامل عاملة؟ على فكرة الطقم بتاع حضرتك شيك جدا. سينيه أصلي من بره صح؟ احنا مش في هدومي دلوقتي من بره ولا من جوه، مش ده موضوعنا. تعرف بنت صحفية ناشفة كده ومعصعصة اسمها سلوى ياسين؟ دي كانت بتشتغل. هو اسمه ايه ده؟ دي مالك مرعوب كده ليه؟ زي ما يكون مراتك اللي بتخوفك بالليل. يا أستاذة دي زميلة كانت بتشتغل في جورنال السهم، وحضرتك عارفة إن أنا كنت بشتغل في جورنال السهم. اصلها جت تسأل عليك هنا، انت هربان منها ليه؟ هي قالت لك إن أنا هربان منها؟ لا ما قالتش، بس انا حسيت. طب وأنا أهرب منها ليه؟